السلام عليكم، اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة بانيه وستريبس من الاخر. طعم ولون وقرمشة وقشرة ثابتة ما بتقعش لأي سبب. هنقول بسم الله ونبتدي بقى. انا عملت صدرين فرخة من عندي، صدر واحد الناحيتين بتوعه. عملت منهم الكمية اللي احنا شايفينها دي من البانيه ومن الستريبس. والعظم اللي بيتبقى مش بنرميه ولا حاجة، ممكن كمان نستغله ان احنا نعمل بيه شوربة. لو بنعمل يوم مثلا محشي ومش هنعمل فراخ مسلوقة معاه او كده، بنستغله، مفيش اي مشكلة خالص، بنطبخ بيه عادي جدا. ده الشكل النهائي بقى بتاع البانيه وبتاع الستريبس بعد ما انا خليته. لو مش بتعرفي تخليه عادي مفيش مشكله، بتطلبي من الفراخجي ان هو يعمل لك اللي انت عاوزاه ويجيبهولك جاهز، مفيش مشكله خالص. دي تتبيلة البانيه. عملت عصير ليمون، عملت بصل، عملت بصل باودر، توم باودر، عملت بابريكا، ضفت كمان توابل فراخ، وضفت كركم، وطبعا الملح اساسي معايا، وكمون وكزبرة، وكل الكلام ده بقى كده، وضربته مع بعض كويس، ونزلت عليهم بقى بالبانيه بتاعي. هسيبهم بقى كده يتبلوا مع بعض، يفضل ليلة كاملة. لو مستعجلة ممكن 4 ساعات وهيكونوا جاهزين معاكي، مفيش مشكلة خالص. لكن كل ما سيبناهم كل ما يدوكي نتيجة افضل بكتير. نيجي بقى لتتبيلة الستريبس عملناه مع بعض قبل كده، وتتبيلته سهلة وبسيطة جدا. انا بضيف توابل عبارة عن فلفل اسود، كمون، كزبرة جافة، بابريكا، كركم، ملح، توابل فراخ، 7 بهارات، وكل الكلام ده بضربه مع دقيق ومع معلقتين من اللبن، وادوب الكلام ده كله كده في بعض، ويديني بقى ايه التتبيله بتاعته، مديها صوص شويه ما بتكونش ناشفه. وهقول لكم ما نيجي نحمرها كمان شويه هقول لكم ليه عملنا التتبيله فيها صوص ومش جاف. ده البانيه بقى بعد ما اتبل كويس، وانا ضفت عليه بيضه. طبعا الكميه عندي مش كتيره، لو الكميه عندك كتيره او كيلو هتضيفي بيضتين. ربيت معاه كده بيضه مع نقطتين من اللبن، وزودتهم على التتبيله بحيث ان انا استغنى عن ان انا احط في بيض ولبن ودقيق، استغنى عن الخطوات دي. فانا ضفت الكلام ده في التتبيله. يعني هنزل على البقسماط وبس، بقسماط ساده ما فيهوش اي توابل، هتديني قشره متماسكه جدا ومن غير خطوات كتيره، هو هتختصر عليكي كتير. ده شكله خلاص بعد ما اتغلف بالبقسماط، وحطيته طبعا في زيت يكون ساخن ودرجة حرارة متوسطة، ياخد لون معايا. مش هقلبه خالص غير لما ياخد لون. اول جهة تبقى خلاص خلصت تماما، اقلبه على الجهة التانية. ما تقلبيش في البانيه كتير علشان برضو القشرة بتاعته ما تتجرحش. زي ما احنا شايفين قشرته ثابتة عليه، مفيش اي حاجة الحمد لله. وجربي التتبيلة دي ان شاء الله هتبقى كويسة جدا معاكي، وطعمه بجد تحفة. بعد ما البانيه بتاعي بقى اتحمر على الجهتين واستوى تماما، هبتدي دلوقتي اخرجه، وده بدور بقى الستريبس عشان نحمره. وهنا بقى بعد ما البانيه خلاص كده اتحمر على الجهتين واستوى تماما، اخرجه بقى على مناديل مطبخ او شبكة او مصفى ايا كان عشان اصفي الزيت الزيادة. وده شكله النهائي بعد التحمير. يجي بقى دور الستريبس. وهنا انا قلت لكم الستريبس عايزاه سايل عشان مش هحطه في ميه، انا هنزله على الدقيق ومن الدقيق للزيت مباشرة، عشان كده التتبيلة بتاعتي خليتها سايلة شوية. الدقيق ده مبهر بنفس التوابل اللي حطيناها على الستريبس، وما ننساش الكركم في الدقيق لانه بيدي لون اصفر وحلو جدا. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ حمرت جزء بخلطة الكنتاكي والباقي بالدقيق اللي تفضليه. انا عن نفسي بحب بالدقيق، بحس شكله طعمه احلى بكتير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب، واستناكم في فيديو جاي. سلام.